السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير معكم العسيلة، العسل المنزلي. ها هو كيما راه مبين بواحد الطريقة سهلة سهلة سهلة، ويجي عسل منزلي ممتاز وما يسكر ما حد شيء. يقعد لكم هكا 3 شهور 4 شهور 5 شهور وهو على هذه الحالة. تابعوا معايا الفيديو كي العادة والعوايد نديروه مع بعضنا ونقولوا بسم الله على بركة الله. عندي هنا 2 كيلو تاع سكر، عندي هنا 2 كيسان، عندي كمية تاع ما، عندي كسرونة، وعندي مرميطة تكون ثقيلة. راح ندير معكم واحد العسيلة اسهل، يعني اسهل كيما هك ما كاش باذن الله تعالى. الحاجة الاولى اللي نبدا بها راح ندير كل كيلو تاع سكر راح ندير له 2 كيسان ونص تاع ما. هادو 2 كيلو راح ندير لهم 5 كيسان تاع ما. الحاجة الاولى اللي نبدا بها هي اني نكيل الماء تاعي. هذا الكاس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، والكاس الخامس. الماء هذا نديه يغلي، نحطه على النار يغلي، ونروح للمرميطه نحط فيها كاس تاع سكر. هنا عندي كاس راح نعمره بالسكر. بسم الله. فوالا، نديرو في المرميطه ونديه نذوبو. كاس السكر هذا نحطه على نار قليله نذوبو، نديرو كراميل ونكمل معكم بقيه الوصفه. وفيه حتى وين يذوب تماما، وينه هنا في الحاشيه بعدو هكا باش ما يتحرقناش هكا. سي بون. واش نزيد دوكا؟ بعد وجهكم على النار ونزيد 5 كيسان تاع الماء اللي كانوا يغلي. بسم الله. غير بشوي. فوالا. الكراميل هنا هي اللي تلعب الدور تاع اللون العسيله تاعكم. يعني حبيتوها يكون اللون فونسي خلوها تزيد تحمر، تحبوها كلاغ ما تخلوهاش تحمر بزاف الى اخره. انا هنا حبيت تكون ما بين وبين، ما يكون فونسي ما يكون كلاغ. فوالا. هنا راح نزيد النار، هنا راح نخلي الماء تاعي يغلي ونعاود نرجع لكم. فوالا، غير نشوف الماء بدا يغلي نحط كميه السكر اللي عندي او كميه السكر اللي بقات لي. فوالا، هذا الكيلو الثاني. نحرك جيدا. هاي بك. ونضيف شرائح من الليمون. هذا الليمون راح يساعد العسيله تاعنا انها ما تسكرش. وعندي فتاته تاع الشب، شوفوا قد مالها واحد كيما حبه الحمص، ما تكثروش منه. هكذا نقعد نخلط فيه مليح حتى وين يذوب لي هذاك السكر تماما. نحرك عليه ونخليه حتى واحد نص ساعه هكاك. فوالا، كيما راكم تشوفوا البنات، كيف تشوفوا العسيله تاعنا بدات تغلي نقصوا لها النار. لازم تكون النار متوسطه ونخليها من نص ساعه للفوق. انا من داك نضرب ليها طله ونشوف نقول لكم يعني الوقت بالضبط شحال دات. بعد نصف ساعه بالتمام شوفوا البنات، هنا كي تشوفوا هذا الغاوي هذو ما كثروا حبسوا. انا هنا شوفوا جبت ملعقه تاع العسيله، شوفوا هاوليك
نتيستيه اسكو سي بون. هنا هذا هو العسيله تاعنا كما قلت لكم. بعد نص ساعه بالتمام نطفوا عليه. انا هنا راح نطفي عليه ونخليه يبرد على الاقل واحد الساعه ونعاود نرجع لكم. فوالا حنا راهي مازالت سخونه. بسم الله. هنا راهي مازالت سخونه. اون فوا تبرد راح تشوفوها كيفاه. فوالا نخلي العسيله تاعي تبرد ونعاود نرجع لكم. وفي الاخير هذه هي العسيله تاعنا. فوالا 2 كيلو تاع السكر. شوفوا البنات واش قطعت لي كميه الله يبارك ما شاء الله. وهاوليك قوام العسيله تاعنا. هاوليك قوام العسيله تاعنا. انا خليتها بردت. فوالا كل ما تخلوها طيب تجيكم اثقل من هكا. هاوليك هذا والقوام انا اللي نحتاجه. نتوما اذا حبيتوا قوام يكون ثقل على على هذا، نتوما اذا حبيتوا قوام اثقل من هذا زيدوا خلوها طيب على الاقل واحد 10 دقائق. واللون نتوما اللي تتحكموا فيه. كي تكونوا ديروا في الكراميل نتوما يتغمقوا اللون يتخلوه خفيف. هاوليك العسيله تاعنا الله يبارك ما شاء الله. فوالا ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم كي العادو العوايد اذا عجبكم الفيديو تاعنا ما تنساوش خليوا لي جيم، ديروا لي كومونتير، والى الملتقى باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.